منك لله يا عم معتمد يا جمال. والله منك لله، ما كنت فقدت الشغف وكبرت دماغي وبطلت كلام في الكوره من زمان؟ ليه ترجع لي الامل من اول وجديد وترجعنا اتحمق واتشد تاني على ماتشات الزمالك؟ طبعا كل الناس اللي متابعاني عارفه ان انا بقالي فتره كبيره قوي ما بتكلمش عن نادي الزمالك وما بعملش فيديوهات، ودي فرصة برضو ان انا اشكر الناس اللي سألت عليا وسألت انت ليه ما بتعملش فيديوهات. الحقيقة ان انا كنت بادئ الموسم متحمس قوي، ولكن من تاني شهر مع نادي الزمالك الاخبار كلها بقت زي الاطران. الواحد من كتر الطاقة السلبية اللي كان بيطلع يديها للناس في فيديوهاته عن طريق اخبار نادي الزمالك بصراحة نفسي تسدد. قررت ان انا هبطل اعمل فيديوهات ومش كل شوية هطلع انكد على الناس عشان الناس مش ناقصة، ولكن النهاردة انا تمام، انا مبسوط، فاذا لازم اطلع ابسطكم. انا لحد قبل ماتش زد اللي فات كان عندي شك بصراحة، ولكن ماتش زد اكد لي 50%، وماتش النهارده اكد لي ال 50% التانية. اكد لي ان اللي بيحصل مع نادي الزمالك والست انتصارات اللي فاتوا دول ما كانوش عن محض الصدفة، وخرسوا لي كل الناس اللي كانت بتقول ان الزمالك اخره يغلب فرق قاع الجدول وفرق وسط الجدول وده كبيره. ولكن النهارده نادي الزمالك بيكسب اقوى سكواد في الدوري. نادي الزمالك ابو 12 وقف قيد ولاعيبته ما بتاخدش مستحقاتها بيغلب سكواد ملياري. نادي الزمالك النهارده بيتصدر الدوري المصري على اقوى ميزانيتين لفرقتين في افريقيا باكملها، وده بيمثل لي انا شخصيا نجاح، لان ده كان انتصار لوجهة نظري في اول الموسم، في الفيديو اللي قلت فيه ان الخوف مش من الاسماء اللي جايبها الزمالك، الخوف من ان الزمالك ممكن يعمل ايه بالاسماء دي. النهارده الزمالك بيأكد كلامي وبيعمل زي السواق الشاطر اللي ما بيفرقش معاه نوع العربيه اللي راكبها. الكلام ده انا لما قلته في بدايه الموسم كمان قلته وانا متفائل، وما كنتش اعرف الدوامه ولا الحرب اللي هتتعمل على نادي الزمالك، ولا سحب الارض ولا ايقاف القيد ولا اللعيبه اللي ما بتاخدش مستحقاتها. فالنهارده الزمالك كمان علّ عليا، وبرغم كل التحديات دي الزمالك النهارده متصدر الدوري على اكبر ميزانيتين في افريقيا. وانا النهارده بما اني كنت موقف فيديوهات لان كل اخبار نادي الزمالك كانت بتنكد على كل المشجعين، فالنهارده انا مبسوط وطالع اقول لكل جمهور الزمالك من حقك انك تتبسط ومن حقك انك تفرح، حتى لو كانت الفرحه دي فتره مؤقته، وان شاء الله ربنا ما يجعلها فتره مؤقته. انما انت كجمهور نادي الزمالك، انت كمشجع زملكاوي، انت استحملت، انت شلت الزمالك، انت وقفت في ظهر الزمالك في احلى كل لحظات، فمن حقك النهارده انك تفرح. وعايزك برضو تحط في دماغك ان ناتج الموسم ده بكل اللي حصل لنا فيه، لو كنا وصلنا ان احنا ناخد تالت دوري ونلعب كونفدرالية فده الطبيعي، والله قدرت تاخد مركز تاني وتلعب افريقيا فده انجاز. اما بقى لو قدرنا نحقق بطولة الدوري في ظل هذه الظروف فده الاعجاز، وده باذن الله وبمشيئة الله لما يحصل هنفرح له فرحة جنونية وهتبقى من قلبنا. وانا بقول لك من دلوقتي ده هيبقى الدوري الاغلى اللي انا حضرته مع الزمالك على حياة عيني. فالف مبروك لكل زملكاوي، الف مبروك لكل جمهور النادي الزمالك، من حقكم تفرحوا، احنا تعبنا كتير واستحملنا كتير، ومن حقنا النهارده اننا نفرح، وما تخليش اي حد يقلل من فرحتك. ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك في اللي جاي، وباذن الله بما ان الاخبار اتحسنت فباذن الله نرجع نشتغل تاني ونرجع نعمل فيديوهات تاني. اشوف وشكم على خيرة الله، احلى اخوات واحلى متابعين.